جيت المره دي ان مش احنا اللي هنسال ماما ولا ماما اللي هتسالنا، الناس هي اللي هتسال ماما. فاول سؤال، والسؤال ده مش سؤال عادي، السؤال جايب 7 غفران بتسالك. غفران؟ وبجد بجد بجد في ناس مصدقه الموضوع ده حقيقي. ليه بتحب عمر اكتر واحد؟ عشان حازم بدا يصعب علينا كلنا بجد، وكله هيتحاسب من اول عم ابو عمر لحضرتك وعمر وسيف كمان. انا ماما بتحبني اكتر واحد في البيت. يعني حازم هو اللي قال وشاهد شاهد من اهلها هو اللي اعترف. ظهري يا عمر سيبني، ماما بتحبني اكتر واحد. الناس فعلا شايفه بشكل غير طبيعي ان حازم مظلوم. انا هحل المشكله دلوقتي بسؤال حازم هو اللي هيرد عليا، وسؤال صريح جدا وهو هيجاوب على السؤال بجد. مين اكتر واحد قريب ليا في البيت لما باجي اتكلم في مشكله او بحكي له عن حاجه او بنحل حاجه مع بعض؟ يا عمر لا احنا اتكلمنا، قلنا هنتكلم بصراحه. انا مين يعني اكتر واحد في البيت يشبهني في تصرفاتي؟ حتى لما بنيجي ننتقد عمر او سيف قبل ما بقول الكلمه هو بيقولها. ده معناه ان انت اقرب حد ليا، مش معنى ان احنا او ان انت بتعمل ان انت مصدوم هو انا اللي بعمل وحاجات او عمر بيعمل لك كده، لكن هي واقع الامر. ده حقيقي يا سيف ولا مش حقيقي؟ لا حقيقي بصراحه. حتى يعني وصيتي وحاجاتي ومحتاجاتي كل حاجه واسراري الخاصه جدا حازم عارف، فانا مش هقدر اقول اكتر من كده يعني. في ناس بقى تيجي تقول لك ايه، انت دايما بتقولي عمر وحازم وسيف زي بعض، بس في نص كلامك بيبان الاهتمام بالابن الكبير عمر. لا هي الفكره كلها يعني مثلا فكره ايه، ان مين عمر اللي كله هيسمي؟ عيوب، فعشان كده دايما التربيه متوجهه له شويه اكتر، لان هو بجد ما شاء الله ملوش اي ميزه. بس هو اخونا الكبير. هل شايفه ان انت اتظلمتي في فكره تحمل المسؤوليه من غير بابا، يعني عشان كنا مسافر وكده؟ لا ما اعتقدش انها ظلم، لان اغلب 90% من الستات المصريات متحمله المسؤوليه ديت، وربنا يعينهم كلهم يعني، لان اغلبهم حتى لو الجواز بتاعتهم موجوده في مصر، فبرضه هي الست المصريه هي اللي متحمله مسؤوليه ولادها، فما في ظلم ولا حاجه، ده الطبيعي بتاعنا. الست المصريه جدعه وبتشيل، وجوزها اصلا بيتجوزها عشان بتشيل. يعني انت شخصيا لما تيجي تتجوز هتبقى بره لا بس بقى ستوب بقى انتوا بقى بتقعدوا تقولوا كده كتير مع احترامي يعني، بس في الحقيقه ان الجواز المصريين ناس كتير منهم، يعني مش كلهم طبعا، في ناس منهم وحشين، ان ناس كتير حياتهم كلها بيفنوها في الشغل بس. لا انا ان هم بس يجيبوا فلوس بس، مش عارفين هم متواجدين من كتر ما البيت محتاج فلوس ومحتاج يعلى بالليفل بتاعه عن الليفل المفروض يعيشه. انا مقتنعه، فما ينفعش تيجي تقول الست وتحملت ولكن الراجل ما كانش موجود. ما هو الراجل ما كانش موجود عشان طالع عينه، عشان الست مش عاوزه تعيش بالمستوى اللي ربنا كاتبه لها. انا ما بعترضش على اي حاجه، وما بعترضش على ظروف حد، وما بتكلمش على حد. في النهايه الست بتشتغل، جوزها بيشتغل، هو موجود هو مش موجود، بس هو في الاخر لازم يكون له دور. الدور ده حتى لو هيبقى يوم جمعه وخميس، لو هيبقى يوم سبت وحد، لو هيبقى اي يوم في الاسبوع، لكن هي الفكره كلها ان هو حتى يعني يبقى في بينه وبين ولاده تعاملات. الام المصريه بشكل عام بتعمل لاولادها الاكل، الام المصريه بتغسل هدوم ولادها، الام المصريه هي اللي بتساعدهم على تدوير على مدرسين، الام المصريه بتقعد تذاكر، الام المصريه بتعمل كل حاجه. فبالتالي انتوا كمصريين الرجاله المصريه اتعودت على الاعتماد على الام او على تنظيف البيت لو في اخت، فبتبقى الاخت والام. حازم ده عشان حد مختلف وربنا يحميه ويبارك فيه يعني، فهي الفكره كلها كده. فهي عليك ايه؟ انا بشتغل. طب ما في زوجه مصريه برضو تبقى موظفه وبتشتغل، وبرغم انها بتيجي تشتغل ان من جوزها ما بيجيش يساعدها في تعمل الاكل. طنط شكرا على حسن الانتاج، ربنا يبارك لك. ايه ده؟ شكرا يا مريم يا عمار، بنحبك جدا. ليه بتحب عمر اكتر يا طنط يا جدعان؟ خلاص ليه بتحب عمر اكتر يا طنط؟ عشان عمر يتحب يا شباب. ثانك. مامتكم راضيه عن فيديوهاتكم وتحديدا الاختلاط اللي احيانا بيكون زايد عن اللزوم؟ لا طبعا ماما مش راضيه وبتعترض والله وبتكلم كتير، ولكن في الاخر ربنا يهديهم ويصلح حالهم. ندى طنط، هل توافق ان الجمهور شكرا يا اسطى يتبنى حازم بما انكم مضطهدينه في البيت وبتحبوا عمر اكتر منه؟ طب بصي يا ندى، لو حازم موافق ان هو يسيب البيت ويسيب ماما شكرا يا اسطى ويروح لكم، انا ما عنديش مانع. يا جماعه بس انا عندي تعقيب صغير هنا، عشان بس بانكم ماما شكرا يا اسطى. شفت تعليق لواحده اسمها اسماء من 6 شهور، تعليق لسه في الذاكره، قالت بجد بحب مامة عمر وسيف قوي. ليه؟ والله الكلمه اللي عمل اضطهاد حد من الجمهور، اقسم بالله العظيم واخدها سكرين شوت عندي في الموبايل. واسماء اقسم بالله انا ما مسامح، لان انا خدت السكرين شوت ده ولحد النهارده على موبايلي وعمري ما انساه. يعني انا بس هقول على حاجه، على فكره انا مامة عمر في مكان، مامة حازم في مكان، مامة سيف في مكان، يعني انا ما عنديش لقب مامة عمر بس. وعلى البيج بقى مامة عمر وسيف وانا لا مامة شكرا يا اسطى. والله يا اسماء ماشي. منار بتقول لك يا ماما هو انت ازاي بتتعاملي مع العند والعصبيه بتاعتنا كاطفال يعني؟ والله يا ماما بجد احلى حاجه تعمليها يعني، ممكن ادي انا رايي وبعدين يا حبيبي قول. ما تخلفيش. لا خليفه اصلا، الخلفه ده شيء جميل، بس هم احبسوهم في اوضه
منام وصور دي، ما تخرجيش العيل غير هو عنده 12 رخم برضه، ما تخرجيش العيل اللي هو عنده 12 سنه، لا 15 سنه 16 سنه بالظبط، خرجين الاوضه وتعاملوا معاه وهيبقى ولد كويس. والله يا منار انا بالنسبه لي انا سيف ما كانش عنيد، فبالتالي ما حسيتش المشكله دي معاه خالص وهو صغير، وبالتالي كانت القضيه شويه لعب حاجات بسيطه كده معاه، لكن هو عنيد لا. العند ده انا شفته في عمر وفي حازم، هو حازم اكتر يعني في فتره من الفترات كان حازم اكتر جدا. كان برضو العلاج الموضوع السياسه، يعني ان انت تسيسيه، ان انت تحاولي تدخلي جوه حياته وتحاولي تصاحبيه وتوصلي معاه لحل يتماشى معاهم. عمر نفس الحكايه، بس عمر كان اسهل حاجه بالنسبه لي ان انا اديله اللي هو عايزه فيبعد عني وخلاص هو بينسى. لكن حازم كان لا، كان محتاج كلام كتير، محتاج تعامل كتير، محتاج ان احنا نقعد نحكي مع بعض كتير. يعني ممكن انا وهو شادين قصاد بعض وهو بقى معاند وحاجات زي كده، ومره جبت له طبق فيه منجايه فنسي اصلا العناد. السؤال ده من ساره بتقول لك يا ماما مفتقده ان يكون عندك بنت. حاليا ايوه، قبل كده لا. يعني اول ما انا دعيت ربنا يرزقني بولاد كنت فرحانه قوي بيهم، وفرحانه ان انا بتعامل معاهم وحاجات كده، لان انا كنت لوحدي، كنت بنت لوحدي، فكان نفسي قوي يبقى عندي ولاد. بقى انت عارفه الولاد بيحبوا يخرجوا، لكن احنا كنا محبوسين في زماننا، يعني كنا محبوسين في بيتين. لكن دلوقتي مفتقده يكون عندي بنوته علشان تقعد معايا، تخرج معايا، تتكلم معايا، تحكي معايا، لان هم دلوقتي اول ما بيكبروا بيبقى عندهم الاشخاص الاخرين اللي بيتكلموا معاها. هل فعلا في تجربتها هي وبرضه تقول لنا التجارب اللي حواليها الخلفه او الطفل معناه ان اتخلى عن حياتي الشخصيه او جزء مهم او جزء كبير منها عشان هو يعيش صح وربيه، ولا عادي؟ ده سؤال مهم ده. على فكره انت مش فكره ان انت احساسك ان انت عايزه اسمها تضحيه وان انت هتتخلي عن حياتك، ده مفهوم غلط. هي الفكره كلها ان انت بتعيشي حياتك جديده معاهم. يعني انت بتتخلي على ان انت مثلا مها بتتخلى عن كونها مها، وبتبتدي تعيش ايه مع ولادها. لما جم ولادي فبقيت احس ان سعادتهم سعادتي، ما بقيتش عامله الحاجز اللي هو ايه، انا بتفسح وانا بفسحهم، انا بشتري ليا حاجات زي ما بشتري لهم، انا بلعب معاهم عشان انا بحب اللعب معاهم. يعني انت شايفه ان انت ما تخليش عن حياتك الشخصيه؟ لا انا مش شايفه، انا شايفه ان انا عشت حياتي مرتين. ما هو عشان كده لما حد بيجي يتكلم معانا ويحس ان احنا قريبين من بعض، او ان انا حافظه تفصيله كل واحد فيكم، لان انا عايشاه معاك. يعني ده مش حاجه انا اخترعتها، مش فجاه كده ايه ده انا عارفه حازم وعمر وسيف، لا ده مش حقيقه، ما انا عايشاها معاك وانت لسه صغير، وانا لسه بعلمك الف ب، وانا لسه بحكي لك حدوته، وانا بلعب معاك ميكانو، وانا لعبت قبل البلاي ستيشن مع عمر. انا عايزه بس اقول ان الواحد عاش حياته وانا مبسوطه. يعني انا ما كنتش متقدره ان انا بحكي حدوته واثنين وثلاثه، ما كنتش متقدره ان انا بقعد اذاكر، ما كنتش متقدره ان انا لولا ذاكرت لك رياضه انا وسيد ما كانش زمانك دخلت الصيدله. الدبدوب يا شباب، سيد ده الدبدوب يا شباب، ممكن نوري الناس الدبدوب لو سمحت. ده دبدوب سيد، ده بتاع الدبدوب ده بتاع حازم من وهو لسه عنده سنتين. ايام ما كان عندي عنف شويه، ميول عنفيه، كان عشان بيجاوب اسرع مني جبت المسدس وخرمت عشان وشلوا عليه عشان يموت ما يجاوبش اسرع مني. بس عمره رغم ان انا شلت عينيه برضه ما زال سيد اشطر مني وما بحبوش. سؤال لماما، ازاي استحملتي زنهم وعندهم وهم صغيرين وانت لوحدك، وانا عندي ولدين باباهم مسافر وبحس اوقات اني مش مستحمله اسمع صوتهم حتى؟ وهرجع على فكره انا مش هكرر كلامي، انا هقولها لك تاني. لو انت حبيتي ان انت تلعبي وحبيتي تدخلي في مود ان انت طفله تاني، وما عشتيش مود ان انا عايزه اخرج مع صحباتي، مش عايزه اتكلم في التليفون مع ما اعرفش مين، ما انا مش عايزه اقابل ايه، وعشتي الجو بتاعهم ده، انت هتبقي مبسوطه. بالعكس لما هيناموا هتبقي زعلانه وتحسي بالوحده، لانك انت عايزه تقري كتاب لولد، عايزه تلعبي مع ولد، عايزه تقعدي تلعبي معاه بلاي ستيشن. انا كنت ببقى مبسوطه مستمتعه وانا بلعب بلاي ستيشن معاهم، ونقعد نكتشف هندخل المرحله دي ازاي وهنكسب ده ازاي وده ناقص هنا ايه وده. فهي الفكره كلها اختيارك انت، عيشيهم هتلاقي حياتك اسهل بكتير. يا ماما انت راضيه عن ولادك وحاسه ان تربيتك يعني استحقت، وهل لديك نقاط يا ريت ركزت عليها اكتر؟ ندمانه على حاجه في تربيتنا وراضيه عن تربيتنا ولا لا؟ لا اكيد، اصل انتوا بشر وانا بشر، فاكيد انا عندي اخطاء في تربيتي ليكم، واكيد في حاجات انا يعني ما ركزتش فيها، واكيد حاجات انا بكتشف ان انا لو كنت عملت ده في الاول ممكن كان يبقى له رد فعل معاكم احسن. فالهدايه وان هم يكونوا ولاد صالحين، وان هم يكونوا قريبين من ربنا، وان هم يبقوا عارفين ده. هم اولادي الحمد لله بفضل الله، انا متاكده انهم عارفين الصح من الغلط، ولكن ان هم بقى يكونوا ملتزمين او يكونوا دينيا بشكل مختلف، لا انا ما اعتقدش، انا مش راضيه عنهم طبعا، لكن هم ده بتاع ربنا. يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ماشي يا مازن، بتقول لك يا ماما هل حضرتك كنت داعمه لاولادك لما كانوا عاوزين يخشوا السوشيال ميديا؟ بصراحة الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده جت صدفة بحتة. يعني عمر كان الأول قرر حاجة زي كده وأنا ما كنتش أعرف أصلا إن الموضوع هيوصل بالشكل ده، بس أنا حابة إن يعني عمر كان بيحب دايما يعمل حاجات جديدة ويجرب حاجات جديدة، وكان نفسه يعمل صوت كرتوني ولا ما أعرفش دوبلاج أو حاجة زي كده. فلما جات له فرصة إن هو يعمل ده فأنا ما اعترضتش. أنا كان كل اعتراضي وقتها وهو وعدني عمر الكلية تمام يا ماما، عمر مش هتأثر على حاجات تانية تمام يا ماما. وطبعا ضحك عليه وأثرت عليه وسقط سنة بسبب الموضوع ده. سقط سنة وحرق دمي وزعلت وكل حاجة، ولكن بغض النظر يا سيف عن الجبير، ولكن بعد كده الدنيا مشيت معاهم. فأحيانا بحس ان فيديوهاتهم يعني بتبقى كويسة، واحيانا بيبقى فيها حاجات انا بختلف معاهم وتجاوزات بختلف معاهم، ولكن برضو ربنا يهديهم ده قرارهم. يعني في حاجه بس عايز اقولها قوي، ان انا مهما الواحد حاول يقول ان هو بيستقل او بيبعد او بيعمل حاجه لنفسه او بيشتغل او فاهمه، لازم بتبقى جزء من الحاجه دي. مهما الواحد حاول يخرج من الجلباب ماما دايما موجوده، فاهمه؟ عملنا سوشيال ميديا ومونتاج وبتاع واتعلمنا وكذا 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 وكومنتات دلوقتي. بص الفيديو فيه امك مش هحضره. طب ده بيدل على شيء، بيدل عليه بجد بيدل عليه. تظلي تطارديني مهما حاولت، ودي حاجه تشرفني. والله شكرا يا ماما. شكرا يا عمر. شكرا يا حازم. بعدين بقى ما هو طبيعي ان انا هقول شكرا يا عمر، شكرا يا حازم، شكرا يا سيف. ده الشيء انا قلت شكرا يا ماما. ليه تقول لك شكرا يا حازم الاول؟ مش معقوله. مش